كيف الإنسان بالصنم، فهي كلمة كبيرة تعبر عن نفسية متأثرة بها بشخص معين، وهو وصفنا أنا وياسر بالأصنام، بمعنى أن هذا الشخص يعتقد في مخيلته أننا نحن أصنام وأننا مزيفون وما إلى ذلك، مع أنا العلم أن سيحطمها. لا علي، لا وصلنا لا لا, تحطيم، لا احنا أعتقد. غنعتنا بحمار وما تقولش سأحطمك، تجي ديريكت صاحبي. لا، مسألة التحطيم أظن أن الساحات المعارك هي التي تؤكد من يستحق الجدارة، والجمهور المغربي أنا دائما أعطيه الصلاحية والأحقية والمصداقية في أن يؤكد من يزكي ومن يعني لا يلتفت إليه. فكخلاصة أنا ليس لدي مشكل مع الأخ بابا، ربما نختلف في بعض التوجهات، وأنا أنتقد يعني بعض تدخلاته الغير موفقة، وأظن أن هذه المسألة يقع فيها مع كثير من أصحاب المنصة. نقطة التي أشار إليها اللي هي محاولة الصلح في هذه المنصة الجميلة بين الأخ ياسر والأخ كمال، وقال بأنني أنا كنت ضد الصلح. الإخوان، كيف أكون ضد الصلح والأشخاص الذين هم تعتقدون أن لديهم خلاف؟ ياسر يقول لك أنا ما عنديش مشكل مع كمال، كيفاش غنجي نقول لي أنا جيت تصالح؟ زيدني معاك راك باش في الكومونتير قال لك عزيز ما بغاوش باش يتصالحوا، وانا الله هو اللي علم عليا اش ندير مورا الكواليس وما علم عليا غير انا ما عرفتش ان الانسان لم يحضر في الخصام ويريد ان يتدخل في الصلح. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. هذا هو الإشكال، أنا هذا ما انتقدته، قلت له ودي هذه المسألة كان عليك تنسق في الخاص مع الإخوان وتشوف الآراء ديالهم باش تقدر تاخذ واحد الخطوة. هو اعتقد أني حينما قلت هذا الكلام على أنني أقف ضد هذه المسألة، لكن أنا حينما آتي إلى ياسر ويقول لي ما عنديش مشكل مع حتى شي واحد، إذا راه سد عليا الباب وأنا أتجنب، لأنه هذا النقاش كان قبل ما يفتحوا الأخ بابار، والإخوان اتخذوا مسارا على أنه كل واحد غيهتم بالمنصة ديالو، كل واحد غيمشي في التوجه ديالو، كل واحد يخدم في الأمر ديالو. كانت الأمور تماما إلى أن فتح هذا النقاش وفتح مشكل كبير أخرج المنصات المغربية من الدور ديالها تقريبا واحد 4 أيام وحنا في ذاك النقاش، وحتى واحد ما كان راضي عليه، والجمهور يأكد هذا الأمر، حتى واحد ما كان راضي على ما حدث. فبالتالي من يعني يسعى إلى أن يسوق هذا الكلام مرفوض بتاتا، وأنا ما محتاجش نبين للجمهور المغربي واش كنحترموا ولا ما كنحترموش، لأنهم هم يعرفون من يحترمون ويعرفون من يستنقص منهم. شوف الرأي المغربي مرسول الحب، فين مشيتي فين غبتي علينا حلف ما تعود، لا أقل ولا أكثر. والله أقولها لبابار، طيب خيرا إن شاء الله. أقول أنك حللت أهلا وجئت سهلا، وأتمنى أن يكون اتجاهك غير اتجاهي أنا شخصيا. لا أريد إلا قلت لك شي حاجة هنا وقلقاتك، أنا هنا قدام 1200 أعتذر منك باش حتى أقيم عليك الحجة قدام 1200 ديال الناس. أعتذر منك، ولكن أطلب منك طلب، طريقك ليس طريقي، فجزاك الله بخير. قد يكون لك مستوى جامعي، قد تكون صاحب اختصاص، قد تكون يعني ما شاء الله عليك مثقف، ولكن أنا مستوى جد هزيل، فأتمنى أن يكون طريقك غير طريقي. الله يسر لك أخوي العزيز، الله يفتح عليك بما فتح به على العارفين بالله. لكن أقول لك قدام 1200 أسألك أن تتجنبني وتتجنب انتقادي وتتجنب حتى منصتي، فاعتبرها من أرخص المنصات حتى لا أصطدم معك وحتى لا يكون هناك شنآن بيننا. فأنا تيقنت علم اليقين أن أفكارنا دقيقة بابا، خليني نعطي مداخلة ونزل الله يحفظك. سير دقيقة وجده سير. أنا بغيت نقول واحد الحاجة، إذا جاءكم نبأ فاسق بنبأ فتبينوا. هذه عليك أخويا بابا، نجيك من الآخر، فهمت؟ أولا ذاك الفيديو هذاك قديم، هذاك الأيام كان البارسا ضد الجزائريين، حتى حنايا كنا مع البارسا، مشينا مع البارسا باش نكبروا الفجوة بين الجزائر. الله يرحم لك الوالدين أخويا ياسر، واش جايب لي فيديو قديم؟ حسبنا حنايا مبردعين بحالك، حنا ماشي مبردعين بابار.
واش فهمت؟ حاضرين هاد الافلام هادو قدام. الا انت برد عليك هذاك البغل ديال الحر، حنا ماشي بغال اخويا. ثاني حاجه، ثالث حاجه، شنو نقول لك واحد الحاجه، خلق اخويا المنصه ديالك ودافع، ونطلعوا خويا حتى 4000 في المنصه. يلا بين اللي الله حنتي، يعطيك الصحه. بين الله اللي يعطيك حنتي الصحه. يديك. زريع، واش تبقى داخل لي هنا تبلبل عليا ياسر ولا فلان ولا الراي المغربي؟ ابين واش عندك، واش تدافع على بلادك، ما تبقى تبلبل عليا. هاد الحوايج هادو فوتهم عليك. اسمح لي نجيك من الاخر، هذا راسك خاوي. هادشي اللي بغيت نقول انايا. انا وشكرا داكشي خويا اللي ياسر، تبارك زودوك الله به، عليك. عطاوك معلومات والله تا راسو خاوي يا خويا انا ياسر. والله الا عجبني الحال. شوف لا ما تقوليش عجبني الحال واحد ملي سيبو. جبد الفيديوهات، كيف والله الا عجبني الحال، لانني الإخوان، انا امس حاجه ليكون تبيان على الفيديوهات، ولكن شوف، الطريقه باش تتعامل شوف، معه رانا تسينيالي باغي خليني غير تسينيالي تاع عزيز، غنهبط ونعاود نطلع. اوكي سير. الفيديوهات هم جابهم وكانهم حجه قاطعه، ما قالش اجيو شرحوا لنا اش كيتقال هنا، او يرجع يقول لهم اعطوني الفيديو كامل نتفرج فيه ويتمتع. يعني السيد سخروه، هزها حاميه جابها حطها. خويا ياسر، بالنسبه لمساله هذه تجزيء الفيديوهات، لانه كتعرفوا الاخوان انه اللايف تيكون بالساعه وكيكون فيه واحد النقاش قبل اللي كيؤدي بعض المرات انك تقول واحد الكلام الا تم التجزيء ديالو يفهم على غير محله. فبالتالي كل من يجزئ وما كيجيبش الكلام كامل من سياقه فاعرفوا انه لغايه في نفس سياقه. بالنسبه للاخ بابار ولا غيره اللي كيشوفوني اني اراهم بنظره فوقيه، انا اقول انه للاسف الشديد هذه ماشي مشكلتي، لانه ربما هم من يرونني ارى بتلك النظره، او انهم يرون انفسهم يعني اقل نظره او ما الى ذلك. فبالتالي انا ما عنديش مشكل. خليني ندير مداخلتي لجد صريحين. هذه سياسه تطبيع. هذه شوف انا ولي نقول لك هذا هو الاسلوب. هذا هو الاسلوب، اسلوب هجوم جماعي. نقولها لك انت لست مؤدبا ولست مهذبا حقيقة وانت اللي كتقول كلب اجرب وحمار، وانت مؤدب. انت مؤدب اللي كتقول حمار وكلب اجرب. انت مؤدب. واش انت مؤدب اللي كتقول حمار وكلب اجرب؟ واش انت مؤدب اللي كتقول كلب وحمار وكلب؟ واش انت علي شكرا لك عزيز، بارك الله فيك. للاسف الشديد خليني نكمل مداخلتي. صبر شويه. اخوان الاخوات، تبارك الله عليكم كاع كاملين. شكرا على المشاركه ديالكم في هذا المنبر ديالنا ديال صوت المغاربه المغتربين. حاولنا نديروا واحد الحاجه باش